أهلا بيكم ومساء الخير على كل متابعيني ومشاهدين قناتي. الحكاية اللي معانا النهاردة نقدر نقول كده إنها كارثة. أيوة كارثة. لما تبقي قاعدة في بيتك وما تحسيش بالأمان، تبقي مرة واحدة قاعدة في بيتك وخايفة يخش عليك حد من البلكونة، ولا حد دخل عليكي وصرختي، تبقي انتي اللي مدخلاه عندك بإيدك. حكايتنا صاحبة الحكاية اللي معانا النهاردة بتحكي وبتقول: أنا اسمي هناء وعندي 24 سنة. اتعرفت على جوزي من أيام ما كنت في الجامعة لسه بدرس، والجامعة بتاعتي ساعتها كانت برا القاهرة، ما كانش عندنا في المحافظة بتاعتنا، كانت في محافظة تانية خالص. وقتها كنت قاعدة في المدينة الجامعية، وكان وقتها جوزي من نفس البلد. هو إنسان بصراحة كويس جدا وهادي وطيب ورومانسي، والكل بيشهد بأخلاقه. بس ما كنتش أعرف إن طيبة جوزي دي اللي هتبقى عيب فيه، مش ميزة يعني. احنا كنا بنحب بعض طول فترة الدراسة في الجامعة، وبعد ما خلصنا الجامعة برضو، بعد ما خلصنا جه اتقدم لأهلي علشان يخطبني ويتجوزني، وطبعا اتجوزني. وطبعا بعد إلحاح كتير مني طبعا وافقوا عليه على طول، وقالوا لي: يا بنتي هي دي حياتك وانتي حرة فيها، وانتي اللي هتعيشيها، وانتي كمان اللي هتبقي مسؤولة عنها وعن نفسك. وبالفعل اتخطبنا، ووقتها قعدنا سنة بالظبط مخطوبين، وبعدها بفترة مش كبيرة، فترة صغيرة اتجوزنا على طول. وقتها اتجوزنا وقعدنا في بيت العيلة عندهم. احنا كنا قاعدين في الدور التاني، يعني شقة جوزي اللي كانت مبنية اللي كانت مبنية ليه علشان هو يسكن فيها. وكانت حماتي في الوقت دوت ساكنة فوقي. المهم أنا وحماتي من يوم ما اتجوزت مفيش ما بينا أي مشاكل. المشكلة كانت هنا إن أنا كل ما أخرج برا البيت أو أسافر عشان أروح عند أهلي، أقعد عندهم يومين أو 3، يعني كنت برجع البيت على طول ألاقي فيه هدوم خاصة بيا، خاصة يعني، مش موجودة في دولابي، مش موجودة في بيتي أصلا، أو بمعنى أصح هدومي الداخلية مسروقة من عندي. دايما كنت بستغرب، كنت برجع البيت برضو ألاقي حاجات كتير قوي كانت بتنقص مني. حتى كنت بلاقي مش هدومي الداخلية وبس، حاجات أكتر من كده. أنا دلوقتي بقالي 2 سنين متجوزة، كل ما أسيب البيت هدومي الداخلية تتسرق. وعرفت وقتها إن أهل جوزي هما اللي بيسرقوا هدومي الداخلية. والمصيبة بقى هنا إن كلهم شباب، شباب في سن المراهقة، وأعتقد كده إن هما بيستخدموها لأغراض مش كويسة. هما تقريبا بياخدوا الهدوم الداخلية، بس مش عارفة بيعملوا بيها ايه، لان هما طبعا فلاحين وانا كهروية من القاهرة يعني. فبالنسبة لهم ان انا بنت مختلفة عنهم. وقتها انا كلمت جوزي كذا مرة في الموضوع ده، لكن ما لقيتش منه اي رد فعل اللي بيحصل. بالعكس، كان بيتخانق معايا خناقة كبيرة جدا، وانا هدومي دي ما كنتش بنشرها على الحبل، انا كنت بنشرها جوه البيت، عشان كان بيقولي ساعتها: انتي نشرتيها اكيد ووقعت